ايهما افضل بالنسبه لنا، مواجهه بوركينا ولا مواجهه كوت ديفوار، ولا كلاهما ما يفرقش معانا؟ احنا كده كده المفروض نبقى جاهزين للاثنين. كابتن اسماعيل، مع اللي شفته من خلال البطوله بالنسبه لمنتخب مصر، مش هروح للسيناريو بتاعك اللي انا موافق عليه. ماشي. نلعب كوت ديفوار، لان الاهتمام والتركيز لا ده عمر اسماعيل بعت لك. ايه؟ عمر اسماعيل يوسف بعت لك. لا لا والله. انا عندي احساس كده في حد بعت لك. لا والله انا مع سكتك وموافق عليها 100 مليون في المية. بس انت دلوقتي بتقول لي كوت ديفوار. لا انا بقول لك مع اللي انا شفته من خلال البطوله بالنسبه عايز تلعب كوت ديفوار لنسبه التركيز بتاعه اللعيبه. تركيزنا يعلى اكتر لما نلعب فرقه. ماتش جنوب افريقيا وانجولا كان فيه اهتمام اكتر من ماتش زيمبابوي وماتش بنين. المستوى ماشي ما علينا من طريقه اللعب او تغيير طيب او 3-4 طيب. لا، لكن انا بقول ان شاء الله باذن الله بوركينا فاسو او كوت ديفوار احنا هنعدي. انت بتضحك على ايه دلوقتي؟ بس هنعدي. ما اصل خد بالك السيناريو الورقه والقلم بيقول كوت ديفوار، يعني ما احنا بنتكلم في كده بصراحه، بس دي احلام. لو جه اهلا وسهلا بيه. ما جاش يبقى احنا في السكه الثانيه. في السكه الثانيه. طيب انت تحب اكتر ايه، تلعب كوت ديفوار ولا بوركينا، ولا انت مش فارق معاك؟ بص انت دور الثمانيه انا قلت لك من شويه الثمان فرق جامدين ويخضوا، لكن انا بالنسبه لي كوت ديفوار فرقه قويه جدا، فانا الافضل العب بوركينا. انا اتمنى ان بوركينا تكسب، هتبقى اسهل لي نسبيا من كوت ديفوار. كوت ديفوار فرقه كبيره. بص السؤال الرخم ده، ما اللي يخلي بوركينا تكسب كوت ديفوار ده معناه انك تخاف منها اكتر، لان بوركينا كده جامده. لا ما اخافش عشان ممكن ظروف ماتش. سنه 98 فيليب عمر تروسيه كسبناه، وبعد كده في البطوله بتاعت هيكتور كوبر حسام الحضري عمل ماتش. استوب على 98 دي، لان فكرتنا بحاجه قبل 98. كابتن جوهر طلع قال ايه؟ احنا هنيجي في المركز ال 13 ال 15 عشان ايه؟ عشان خاطر نفس اللي عمله محمد صلاح النهارده. شكرا. اتفضل. يبقى ده بوركينا. يا ابراهيم طب لو كنت فور حلوه. قول. لا انا اتمنى بوركينا. ان اسهل شويه من كوت ديفوار، فرقه تقيله جدا، بس هو الاساس لو انا عايز اوصل نهائي واخد البطوله مش هفكر هكسب اي حد. ماشي. بس علشان ادخل على اللي بعد كده بوركينا ارحم، ما طلعش كل ما عندي واجي في المرحله بعد كده ما هي بوركينا هتبقى جايه لك وكسبانه كوت ديفوار برضه، فمعناها ان هي لا هتبقى لا برضه هتبقى لا طلعت نفسيا. حتى انت لعبت بوركينا في تصفيات كاس عالم وكسبتهم والبطوله اللي خرجنا فيها مع كوبر حتى وصلنا ضربات جزاء وكان بوركينا افضل وكسبنا برضه، لكن انا بالنسبه لي بوركينا يعني اسهل شويه. طب طلع العفريت بتاعك دي. ايوه كوت ديفوار بقى، مش هنتكلم عن بوركينا، نتكلم عن كوت ديفوار يمكن نفقرهم. وقول الكوت ديفوار دول عباره عن ايه؟ عباره عن 67% هجوم، 4-3-3 و33% من كورتهم دفاع. فبسم الله الرحمن الرحيم الكوره معاهم. ده انا بقيت برتاح له. ماشي. والله العظيم 3 انا بقيت لما احنا بناخد الكوره بقيت بتعب. والله تخيل فعلا تحليل الماتشات اللي هي انت الكوره فيها بتبقى معاك فعلا احنا بنتعب. خدوا يا عم الكوره احنا بنبقى كويسين وبنكسب. بنبقى زي الفل وهنجري وهتبقى عسل يعني. يلا. فهم من النوع اللي مش بيطلعوا باصات فيها ريسك عالي. ليه؟ لان هو دقه التمريرات بتاعتهم بتوصل ل 92%، ده معناها ان هم مش بيضحوا بالكره بالساهل. فده معناه انه بيبقوا عايزين فرقه تبقى عندها اغراء انها تضغطهم. حلو؟ عشان لما تضغطهم يبتدوا عليهم الهجمه. فاحنا نعمل ايه؟ ما نضغطهم بالظبط كده. فاحنا ايه، نبقى برضو سيب الكوره معاك. يلا. بس نبقى ده معناه ان اللعيبه بتاعتنا كلها تبقى قريبه من بعض، فده معناه ان احنا لازم نفضل نسلم بعض في وسط الملعب كتير قوي، اي حد هربان من ورانا، لان هم ماسكين كوره رايحين جايين، لعيبتهم اللي من غير كوره بتعمل ايه؟ رايحين جايين هم كمان، الكوره تطلع بسرعه في تحولات عشان من الضغط قريب هياخدوها. بالظبط كده. فبرضه دي حاجه من الحاجات اللي بتبقى بالنسبه لي مهم جدا. هم الضغط بتاعهم عليك وانت بتبني اللعب مش اعلى حاجه، يعني هم برضو المنتخب مش هيضغطك جامد، بس انت محتاج تبقى عارف كويس قوي ان احنا فعلا المجموعه اللي ورا دي عندنا الكوره محتاجه بني ادم في وسط الملعب ينظمها شويه احسن من كده. عشان كده نفسي فعلا امام يبقى عنده دور اعلى شويه في الملعب، او محمد صلاح نتفرج على السنغال بتعمله بساديو ماني. محمد صلاح كل ما بيقرب من الجول كل ما بيبقى احسن لنا، علشان هو كمان مش في احسن فورمه،
بس في الاوقات اللي فيه فرصه ان محمد صلاح يسيب فيها الخط القداماني وينزل يساعد في انه يطلع اللعب، يمكن هو الباص من رجله يطلع في توقيتات احسن من باقي اللاعبين بحكم الخبره، ونقلل مساحات اللعب بتاعته شويه. انا محتاج نقلل مساحات لعب صلاح لانه مش فورمه ببساطه يعني، عشان ما نطولش في الحته دي. لو عايز تاخد لفه وارجع لك. طب حلو. لا بس النقطه دي عايز الاخيره اللي قالها ان صلاح ينزل 10 خطوات، دي هتحتم عليك اسماء معينه في التشكيل. مش بمعنى مرموش بس، لازم العب بمرموش ومصطفى وصلاح معاهم، عشان لما ينزل لي يبقى عندي مرموش ومصطفى، يبقى عندي ناس. وانت قلت كمان زيزو وامام لازم يبقوا موجودين في الملعب. انت مجبر ان لا زيزو ما قلتش وامام. زيزو، لا زيزو في وامام اسماعيل اللي قال. انا قلت امام ومروان، ده ماشي. التشكيل الامثل دايما بالنسبه لي في الطريقه دي. ثالثهم مين طيب؟ مروان ثالثهم؟ لا لا انا بس أيوة. لا مروان هو قال وامام وامام انا بس صلاح مرموش مصطفى. ماشي سهله. ماشي خلاص تمام. ده الانسب بالنسبه لي. الماتش الجاي احنا 3. لا طبعا طبعا ده مع اي ماتش منافس. آه. انت لازم تكمل البطوله ب3. ثلاثة يعني انت يبقى كنت شايف ان ده قول النهارده الواحد. 3؟ طبعا. انت كنت مختلف عن الكلام اللي قاله عز؟ انت وديتني، لا ما كنتش عايز اختلف مع عز، بس في البطوله دي عز قال 3 مع الضعيف 4. الكلام ده 3 اسف مع القوي 4 مع الضعيف. عز طبعا كلامه مظبوط في بالنسبه، لكن القصه فين؟ لا ما تختلفوا مع لا بعض. ما اختلف معاك، انا اختلف معاه، بس اقول لك حاجه يا ابراهيم. هتقول لي مظبوط وانت مختلف معاه. لا اختلفوا مع بعض كده، خلي القهوه تولع كده. بص يا باشا، الماتشات اللي جايه هقول لك بس كلها محتاجه هقول لك القصه بس وربنا قدرنا على الخير يا تجاني. ربنا يقويك. لا ربنا يقويك يا رب. لا انا معاك على فكره في ان ما يقدرش يغير التكتيك خلال البطوله. انا دي وجهه نظري. لا وضد الكلام اللي بيقوله عز. ضد الكلام اللي طبعا. وانا كمان ضد الكلام اللي بيقوله لا عز. احنا مش اتفقنا في امام عاشور؟ لا بس انا ضد الكلام اللي بيقوله عز. خد انا يا بالك. باشا بالنسبه بس لي عايزين نتفق أنا على هقول لك حاجه. حاجة. لما العب ب3 ورا يبقى لازم سنتر فيرود رقم 9 مصطفى. انا بالنسبه لي انا بحب اريح الجمجمه يا جماعه. انا ما بحبش اقعد اغير في التشكيل كتير. لا، انا لا، ولا احب في أغير. طريقة أيوة، لا صح. مش في التشكيل، اسف، في طريقه اللعب. طريقه اللعب. انا 3 4 3 اغير اسماء ما عنديش فيها ما انا اقول مشكله. لك بس اختلف شاري مني؟ انا بقول لك تلعب ب3 يبقى انت محتاج رقم 8 بيعرف يتحرك في مساحات ضيقه، تعرف تلعب ب3 وقدام فريق بيدافع بعمق يبقى انا محتاج راس حربه. بتلعب ب3 قدام فريق بيلعب بدفاع عالي يبقى انت مش محتاج راس الحربه. على حسب انا بلاعب مين. اللي حبيناه في كابتن حسام في ماتش جنوب افريقيا انه ذاكر فادانا نتيجه ممتازه. ماتش بنين ده احنا ما ركزناش على بنين وماشي مقبول. بس في منتخب كوت ديفوار عايز اقول لك على حاجه، مثلا نقطه ضعفهم عند الظاهرين، فانت هتحتاج وينجين او بوركينا. بوركينا بقى لا ده ربنا كريم. يعني بص يا ابراهيم، ركز على الكوت ديفوار. اختلافي مع عز ان انا ممكن اغير الطريقه ممكن اغيرها عادي، بس الكلام ده في تصفيات. كل شهر ماتش ممكن لعيبه مختلفه. دايما البطولات المجمعه ممكن تحط لك سكواد مختلف تماما عن السكواد اللي كان بيلعب معاك في تصفيات. انت بتلعب ماتش كل شهر. النهارده هلعب مثلا مع منافس عندي شايفه عامل ازاي، ممكن العب ب4 ماتش بره في صعوبه معينه بلعب ب5. بس البطوله المجمعه اللي كل 5 ايام ماتش مستحيل اغير الطريقه. طالما لعبت ب3 ومشيت ودارت الثغرات اللي عندك لازم العب بقى كل الماتشات بتاعت البطوله ايا كان المنافس ايه. ممكن اعمل ميكس شوكولاته ما بين الكلام اللي انت بتقوله وما بين عز. ميكس شوكولاته لو مشي معاكم وماشي، ما مشيش قول لي طع يلا يا باشا. احنا ممكن نمشيه. لا عادي، لا ما تمشوش، انا بتكلم بجد. لا قول لي يعني ايه اللي يمنع ان انا ابتدي الماتشات كلها بنفس طريقه اللعب اللي هي 3 4 اللي هي 3 ويبقى عندي المرونه لما تحصل حاجه جوه المباراه نفسها تتقلب 4. فانا هنا بيبقى عندي قدره على ان انا اغير جوه الملعب على حسب مجريات المباراه وعلى حسب ظروفها. ده ميكس شوكولاته يمشي معاكم؟ لا يمشي طبعا. لا ما يمشيش. بس يمشي. لا ما يمشيش. امكانيات وقدرات اللعيبه. لا امكانيات وقدرات اللعيبه ان كل طريقه ليها قدرات معينه ولعيبه معينه يعني. مع طريقه وليد تفكير حسام لا مش هيمشي الكلام ده. بس ما يبقاش في مرونه عندي لما تحصل حاجه في الملعب اغير ل4. لا صعب. لا مليون في المية صح. مليون في المية صح. لان ايه انت بقى؟ اشتريت مني؟ طبعا اللي ينجح القصه ايه؟ وانا بعت لك. لا تيجي انا مش عايز تشتري؟ لا مش معاك بقى في كل حاجه. دي لا مش معقوله. لا بس هقول لك اللي ينجح القصه ايه؟ لعيب زي حمدي فتحي عنده المقومات يلعب في 3 ولو انا مثلا مغلوب او متعادل وعايز اكسب. ده اللي انا قلته يا فتح الله. بقول لك هي قدرات اللعيبه اللي تنجحك تخليك تقدر من 3 ل 4 تقدر تغير الطريقه. قدرات اللعيبه اللي في الملعب ماتش كبدايه يا وليد احنا مش لاقيين 80. انا شايف في عين صديقي الصدوق عز، شايف في عينه ان هو عايز يسخر مني.
اسخر مني. اسخر في ايه؟ حاسك مش عاجبك كلمه الشوكولاته اللي انا قلته. لا لا خالص، بالعكس انا عايز اقول لك ماتش النهارده مثلا احنا في الشوط الثاني اللي غير لنا اللعب شويه، يعني بعد ما كنا الشوط الاولاني بقى مفيش خالص مش عارفين نعمل اي هجمه. الشوط الثاني هو شويه قلب الملعب حاجه اشبه ب4 ماشي، يعني واحنا بنبني اللعب بقى مخليهم 2 مش 3 واقفين. فتمام يعني هي كده كده خد بالك موضوع 4 او 3 ده خلاص مات الله يرحمه. اللي جاي كله 3 يعني اللي جاي كله ماتشات تقيله انت هتبقى سايب فيها الكوره اغلب الوقت. فتمام انا كنت بتكلم على ماتش النهارده على اعتبار انه شبه ماتش زيمبابوي اللي لعبناه ب4 وصنعنا فيه فرص كتير. النهارده لعبنا ب3 ما صنعناش، ما مسكناش كوره صح، وتهددنا ورا ب3 بتوعنا اللي واقفين. فانا كان رايي ان نمسك كوره احسن ما ندافع ب3 على منتخب فوضوي عمال يلعب علينا يمين وشمال. بس ما صنعناش دي لها علاقه بالافراد. ما هي دي اللي انا بتكلم بالافراد فيه. مش بالطريقه. طبعا ما صنعناش عشان الافراد انا حاطط افراد غلط. ما احنا متفقين سوا ان ال3 السنتر باكات دول لو فيهم واحد اشول هتعرف تطلع باللعب، بس ال3 ما فيهمش واحد اشول والاثنين اللي على اليمين والشمال. خالد صبحي تحت موجود. ممكن مثلا امام عاشور احسن بكتير من ابراهيم عادل وتريزيجيه في الحته بتاعه الثمانيات في الماتش اللي انت ماسك الكوره. ابراهيم عادل ماله؟ انا عايز اسال هو ابراهيم عادل ماله؟ وزنه زايد، وزنه واضح، وزنه زايد. مش جايب فتنس. مش جايب. انا بالنسبه لي هو هيبقى ورقه ممتازه كبديل لما الماتش يتفركش منك كتاكتكس وانت هتبقى محتاج واحد ياخد الكوره حاجات فرديه يحلها. وزن زياده واضح.